ثم يخرج الصديق الأكبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتنصب له القبة البيضاء على النجف، وتقام أركانها ركن بالنجف، وركن بهجر، وركن بصنعاء اليمن، وركن بأرض طيبة. فهل هذا بناء من الصخور؟ قلت لكم بأن عالم الرجعة العظيمة عالم آخر. فما هذا ببناء صخري يكون ممتدا من النجف إلى أطراف الخليج العربي، إلى اليمن، وإلى المدينة المنورة. إنه بناء ولكن من نحو آخر يتناسب مع مرحلة الرجعة العظيمة. إنها القبة العلوية البيضاء، وتنصب له القبة البيضاء على النجف، وتقام أركانها ركن بالنجف، وركن بهجر، وركن بصنعاء اليمن، وركن بأرض طيبة. يقال لها طيبة ويقال لها طيبة. فكأني أنظر إلى مصابيحها تشرق في السماء والأرض. إنها مصابيح القبة العلوية البيضاء، فكأني أنظر إلى مصابيحها تشرق في السماء والأرض كأضوأ من الشمس والقمر، فعندها تبلى السرائر